في عالمنا اليوم، حيث تتعدد الأصوات وتتداخل الأفكار، يصبح التميز الشخصي والقدرة على التأثير أمرا ضروريا لتحقيق النجاح والعيش بحيوية معنوية عالية. من بين أهم الأدوات التي تساعدنا على ذلك هي الكاريزما، ذلك السحر الداخلي الذي يجعلنا نبرز بين الحشود ونترك أثرا لا يمحى في قلوب وعقول من حولنا. ولكن كيف نصل إلى هذه الكاريزما؟ كيف نكتشف نقاط قوتنا الشخصية ونبرزها بطريقة تبني حضورا فريدا لا يمكن تجاهله؟ يبدأ كل شيء بفهم عميق للذات، ذلك الاكتشاف الذي لا يقتصر على معرفة مهاراتك أو قدراتك فقط، بل يتعداه إلى فهم ما يجعلك أنت بالذات فريدا في عالم مليء بالمثيلين. هذا الفهم ليس مسألة فطرية، بل رحلة تتطلب الصبر والاهتمام والتدقيق. كثيرون يعيشون حياتهم وهم يحاولون تقليد الآخرين أو الانسياق وراء توقعات المجتمع، مما يجعلهم يفقدون الاتصال الحقيقي مع جوهرهم وأصالتهم. لذلك الخطوة الأولى هي التوقف قليلا والتأمل في نفسك بصدق وبدون أي أحكام. اسأل نفسك: ما الأمور التي أشعر فيها بالقوة والراحة؟ ما هي المواقف التي تجعلني أشعر بأني أفضل نسخة من نفسي؟ هل هي مهارة معينة مثل القدرة على التواصل، أم صفات شخصية كالصدق أو الطموح؟ أحيانا تكون الإجابات بسيطة لكنها عميقة، مثل قدرتك على الاستماع بانتباه أو قدرتك على تهدئة الآخرين في أوقات الأزمات. هذه النقاط هي بذور الكاريزما التي بداخلنا. ولكن لا تقتصر العملية على التقييم الذاتي فقط، يجب أن نفتح أعيننا وقلوبنا لآراء الآخرين، فالناس من حولنا غالبا ما يرون فينا ما نغفل نحن عن رؤيته. اطلب من أصدقائك أو عائلتك أن يصفوا لك الصفات التي يرونها فيك، ولا تتجاهل حتى الكلمات التي تبدو صغيرة أو غير مهمة. قد تكون تلك الكلمات هي المفتاح لاكتشاف جزء جديد من قوتك الشخصية. بعد اكتشاف نقاط قوتك يأتي الدور الأكبر في إبرازها وتطويرها. هنا لا يكفي أن تعرف، بل يجب أن تبدأ بالعمل عليها، صقلها وتحويلها إلى أدوات حقيقية تستطيع استخدامها في تواصلك اليومي. تعلم كيف تعبر عن نفسك بوضوح، كيف تستمع بعمق، وكيف تستخدم لغة جسدك لتعكس ثقتك بنفسك. التمرين العملي هو الطريق الوحيد لبناء كاريزما حقيقية. تذكر أن الكاريزما ليست مجرد ظهور قوي أو كلمات مؤثرة، بل هي مزيج من الطاقة الداخلية والتوازن النفسي. الشخص الكاريزمي هو الذي يجمع بين القوة واللطف، الحزم والمرونة، الحضور والابتسامة الدافئة. هذا التوازن هو الذي يجعل الناس يشعرون بالأمان والراحة ويمنحهم الرغبة في الاقتراب والتواصل. أحد أسرار الكاريزما هو الصدق والشفافية مع النفس والآخرين. لا تحاول أن تكون نسخة من شخص آخر، ولا تخف من إظهار جوانب ضعفك أو أخطائك. الناس يقدرون الصدق أكثر من الكمال، والضعف أحيانا هو ما يجعلنا أكثر قربا وإنسانية. هذا الصدق يولد علاقة ثقة قوية مع الآخرين، ويساعدك على بناء شبكة علاقات متينة تستند إلى الاحترام المتبادل. في هذا السياق لا يمكننا تجاهل أهمية مواجهة الخوف والقلق، فهما من أكبر العوائق التي تمنعنا من إظهار أفضل ما لدينا. الخوف من الرفض أو الفشل قد يوقفنا عند حدودنا، لكن الكاريزما الحقيقية تولد عندما نجرؤ على التحرر من هذه القيود ونختار أن نكون نحن رغم كل الظروف. الجرأة على مواجهة الذات وعلى التعبير عن ما نؤمن به تخلق حضورا لا يقاوم. لتطبيق ذلك في حياتك اليومية يمكنك البدء بتمارين بسيطة. ابدأ بملاحظة اللحظات التي تشعر فيها بثقة أو نجاح، سجلها وتذكرها، ثم حاول أن تعيد خلق هذه المشاعر في مواقف جديدة. مارس التحدث أمام المرآة لا لتبدو مثاليا، بل لتتعرف على نفسك وكيف تظهرها للعالم. حاول أن تستمع فعلا لمن تتحدث معهم، وأن تعبر عن اهتمامك الصادق بهم. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق. مع مرور الوقت ستلاحظ كيف يبدأ حضورك في التغير، كيف تتزايد ثقتك بنفسك، وكيف يصبح صوتك وأسلوبك أكثر تأثيرا. الكاريزما ليست هدفا تصل إليه مرة واحدة، بل هي رحلة مستمرة من النمو الشخصي والوعي الذاتي. وكلما عرفت نفسك أكثر واحتضنت نقاط قوتك وضعفك، أصبحت أكثر قوة في التأثير والإلهام.
في النهاية تذكر أن كل إنسان يمتلك قدرات فريدة تجعله مميزا. اكتشاف هذه القدرات، العمل عليها والجرأة في إظهارها للعالم هو المفتاح لبناء كاريزما فريدة لا تنسى. لا تنتظر أن تأتي الظروف المثالية، بل ابدأ من الآن. اقبل ذاتك بكل ما فيها وامض في طريقك بثقة وحب. الكاريزما ليست مجرد حضور، بل هي انعكاس لما أنت عليه حقا. وعندما تعيش هذه الحقيقة يصبح العالم كله مسرحك لتلعب دور البطولة فيه.